بسم الله الرحمن الرحيم. أغرب وأجمل وأنجح طريقة على وجه الأرض لتخزين البرتقال والليمون أو النارنج والقارص لمدة عام كامل أو لأزود من 6 شهور. مش محتاجين لا تلاجة ولا ديب فريزر ولا ألمنيوم ولا نعمله عصير، هنخزنه على طبيعته كده وناكل حاجات طبيعية في منتهى الجمال والروعة. شجعونا بس وتابعوا القناة وإن شاء الله هتلاقوا كل ما هو جديد. تربة طينية مع رملية ونرص فيها البرتقال بهذه الطريقة. بس أهم حاجة في 3 خطوات مهمين جدا لازم تتبعيهم وانت طبعا بتفرزي اهم او حاجه ان تخزني التربه تكون ما فيهاش رطوبه خالص، وان تكوني مراعيه المسافات بين البرتقال او بين الليمون او اللارنج. ما يكونش البرتقال نحطه على مسافات متقاربه، لازم يكون مسافات متباعده زي ما كده، ما يكونش لاحم خالص. دي اول خطوه لنجاح التخزين. تانيا في خطوتين مهمين جدا انا هقول لكم عليهم في خلال الفيديو. لو ما رعتهمش ممكن يفسد معاك الكميه. الخطوتين دول مهمين جدا يا جماعه، تابعوا معايا الفيديو كله عشان تشوفوا انجح طريقه على اليوتيوب لتخزين وحفظ البرتقال والليمون او القارص لمده عام كامل بدون ثلاجه، بدون فريزر، بدون ورق ألمونيوم. دي تعتبر طريقة للترند، يعني زي ما بيقولوا. الطريقة دي مش موجودة أبدا على اليوتيوب. الطريقة دي أنا جبتها لكم من بعض الدول الخليجية، يعني تراث قديم جدا وحاجات متوارثة من بدري. أتمنى إن الفيديو يعجبكم. لو وصلت لحد هنا يا ريت اللايك والاشتراك، لأن أنا يعني هكمل المشوار في مجموعة من الخضروات والفواكه أحفظ لكم بطرق غريبة وأنجح الطرق التقليدية القديمة جدا المتوارثة من الفراعنة والأجداد، لأن زمان ما كانش عندهم ثلاجات ولا ديب فريزرات، وكان رغم كده كانوا ناجحين جدا. خلي بالك هنا، وأنا بعد ما رصيت طبقة من البرتقال أو الليمون أو اللارنج بتكون حريصة جدا إن الطبقة تكون متغطية جدا جدا اللي تحت عشان أرص الطبقة اللي بعديها. دي اهم خطوة. التربة هنا يعني المفترض ان انا كنت نظفت التربة من الحصى، بس ما علينا، يعني نظفوها انتوا. بصوا يا جماعة، وبحط برص الرصة التانية، الطبقة التانية فوقيها بعد ما بغطي الطبقة اللي تحتها كويس جدا. وبنفس الطريقة الليمون برضو بنفس الطريقة وبنفس الخطوات يا جماعة. وخلوا بالكم من الخطوتين القادمين ان هم دول السر او العامل الاساسي عشان تنجح معاك الطريقه. انا بحرص جدا ان ما يكونش فيه التحام. لو في التحام انا هنا البرتقاله دي لازم احط لها فاصل بينها وبين البرتقاله اللي جنبيها عشان ايه ما تفسدش، لان هنا البرتقال هو بيبقى فيه رطوبه متواصله بينهم من بعض، فبيعمل ايه يعني بتفسد البرتقال، بيبقى فيه رطوبه فبتفسد. فخلوا بالكم من حجم الخطوات دي جدا يا جماعة. الناس كلها بتلف وتدور على انها تخزن حاجات بحيث تكون صحية ويكون اكلها اكل صحي جدا بدون ما تزحم لك التلاجة او تزحم لك الديب فريزر، لان الاسعار بقت غالية والناس محتاجة ان هي ايه يا جماعة تخزن حاجات بدون ما يبقى فيه عندك زحام في التلاجة والديب فريزر. عايزة تخزن حاجات يعني بشكل طبيعي، البرتقال ما يلحمش في بعضه. دي اهم حاجة يا جماعة عشان يبقى عندك التخزين ناجح جدا ويطلع ان شاء الله تخزنيه لاكتر من 6 شهور ويطلع عندك بنجاح. جربوا الخطوة دي وان شاء الله. يعني اللي عنده كمية تراب هتعمل حديقة بس يجفي فيهم او نشفيه من الاول. ما تحاوليش انك انتي تجيبي البرتقال او الليمون وتنزليه في تربة مبتلة او رطبة عشان ما تطلعش عندك النتيجة سيئة، يعني لان طبعا طالما اتعرض للرطوبة البكتيريا بتنمو في الرطوبة دي وهيفسد على طول. لكن مفيش رطوبة، مفيش هواء واصل للبرتقال او الليمون، مش هيفسد معاك يا جماعة. ان شاء الله زي ما خزنتيه كده هتلاقيه في الاخر. ايه الخطوة التانية اللي انت قلت لنا عليها انك انت هتقولها لنا في نهاية الفيديو؟ انا كده خلصت التخزين. لو انت عايزة تخزين الليمون، عاوزة تخزين البرتقال، هتخزين من نفس الكيفية، ما يكونش ملتحم في بعضه، يكون بص يا جماعة، يعني انت ممكن تبدلي الجرد الصغير ده لو عندك برميل بلاستيك كبير او البرميل اللي هو الصاج الكبير ده، يعني هيبقى عندك مريحك اكتر. لكن كمية البرتقال لو عايزة تخزيني كمية كبيرة
فممكن تخزنيها بالطريقة دي. بس أهم حاجة حطيه في مكان يكون يا جماعة بعيد عن الرطوبة وبعيد عن ضوء الشمس المباشر وبعيد عن الحرارة، يعني مكان يكون مظلم شوية كده يعني، والنتيجة دي هتبقى فعالة عندك خالص إن شاء الله بإذن الله. دي طريقة حلوة قوي، إنك انت هتخزني كميات كبيرة بدون ما أي مجهود وبدون أي تعب يعني إن شاء الله. أنا جايبة لكم أفكار للتخزين حلوة قوي هتبسطكم في الفيديوهات القادمة، وجبت لكم كمان طريق استفادة من قشور والبرتقال والنارنج، فياريت تدخلوا على الفيديو وهيعجبكم جدا. كمان جايبه لكم طريقة لتفريز الطماطم بطريقة تحفة جدا جدا. أتمنى إنكم انتوا تتابعوا القناة وتتفرجوا على كل ما هو جديد عندنا. أنا في الفيديو هنغطي بس الأول التربة ونحفظها في المكان ما يكونش فيه رطوبة جامدة يا جماعة. ممكن تعزيلها عنه عن البلاط بخيش أو حاجة زي كده، وبعيد عن أشعة الشمس وضوء الشمس المباشر. ده خطوة مهمة جدا في النجاح. كان في تخزين للرمان قبل كده بقشره برا التلاجة وبرا الفريزر. الفيديو ده نجح جدا يا جماعة، وأنا كمان جايبه لكم فترة قادمة فيديوهات بهذا النجاح وعن تخزين الخضار والفواكه بعيد عن التلاجة والفريزر عشان ما تتكدسش معاكم. أتمنى اللي ما عملش اشتراك ومتابعة يعمل اشتراك ولايك لنجاح الفيديو. إن شاء الله هتلاقوا أفكارنا كلها جديدة ومفيدة وطرق تخزين حصرية عندنا فقط. تخزين البرتقال والليمون، تخزين الرمان بقشوره لمدة عام كامل بدون ما يتلف منك. وإن شاء الله هجيب لكم الفترات القادمة فيديوهات أجمل وأجمل وأنجح إن شاء الله عن طرق التفريز الغير تقليدية أو خارج التلاجة والفريزر. تابعوا القناة واعملوا اشتراك ولايك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد وما هو غريب كمان، يعني إن شاء الله كل ما هو غريب هيوصلكم بإذن الله يعني. كده يا جماعة بعد فترة تروحي يا جماعة تقلبي البرتقال والليمون هتلاقيه بنفس الشكل وبنفس الجودة اللي انت حفظتيه بيها. أتمنى إن تابعوني الفترة اللي جاية إن شاء الله. جايبة لكم كمية من الفيديوهات إن شاء الله كل ما هو جديد وهو مفيد. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.